السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض العيش الشامي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وللمبتدئين هتعملوه بكل سهولة. مقادير سهلة وبسيطة وبالظبط زي بتاع المحلات، بالمية ومن غير لبن، من غير زبدة، من غير أي حاجة، يعني هو مجرد مية وخميرة بس. وهنشوف المقادير كده مع بعض إن شاء الله. ولو أول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا بقى في قناتي لو عجبتكم وصفة النهاردة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد إن شاء الله. ونبدأ كده الخطوات مع بعض. معنا معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة كده المعيارية من الخميرة، وكوباية مية دافية، وكوباية دقيق. هنقلب بقى كل ده مع بعضه تقليب كويس قوي، عشان طبعا الخميرة تدوب كويس والسكر كمان، وتمتزج كل المكونات مع بعض بالشكل ده. نحاول ما نخليش يبقى فيها اي تكتلات. هنغطي بقى على العجينة دي حوالي ربع ساعة ونص ساعة، لان احنا في ساعة طبعا، فممكن نص ساعة او ساعة كمان، مفيش اي مشكلة لحد ما توصل للمرحلة دي. كده نعرف ان الخميرة اشتغلت كويس قوي في العجين. معانا بقى هنا معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة من الخل بيتحط على البيكنج باودر عشان يتفاعل معاها، ومعانا معلقة واحدة من الزيت، ورشة ملح صغيرة، يعني حوالي بالظبط كده ربع معلقة من الملح. هنا كوبايتين دقيق بالظبط، يعني هنحطهم ظبطوا معايا المقدار. ممكن تحتاجي مثلا معلقتين دقيق كمان. طبعا تقدري تضاعفي الكمية، تعملي 6 كوبايات، هيعملوا برضو حوالي 32 رغيف. انا الكمية دي عملت معايا 16 رغيف بالظبط. بنقلب بقى كده الدقيق مع العجينة اللي احنا يعني خمرناها، هنعجن كويس قوي. بصوا بقى العجينة متماسكة، مش طرية خالص، متماسكة، يعني تعتبر زي جافة كده. هندهن بقى الوش زيت، وهنسيب العجينة دي حوالي ساعة، ساعة ونص، ساعتين، لحد ما نلاقيها ارتفعت واختمرت تماما بالشكل ده. طبعا الجو برد، يعني العجينة بتاخد وقت شوية، بس هي بالظبط كده حوالي ساعة، ساعة ونص كانت ارتفعت بالشكل ده. هنقسم بقى الكمية دي. طبعا حجم الرغيف تقدري تتحكمي فيه، تعملي اي حجم انت عايزاه. ممكن تعملي حجم كبير جدا، مفيش اي مشكلة. انا عملت الاحجام اللي هي الصغيرة، العيش اللي هو الصغير قسمت بالظبط المقدار اللي انا عملته، يعني 3 كوبايات دقيق قسمتهم بالظبط 16 كورة. رشة دقيق كده، وهنبدأ بقى نحط الكور اللي احنا يعني قسمناها بالشكل ده، بالظبط 16 كورة. هنغطي بقى على العجين حوالي برضو نص ساعة. طبعا احنا بنكون بنعمل شغلنا وكده، وبنعمل العجين دوت ونسيبه يخمر براحته خالص، ونكمل اللي ورانا. فمش هتحس بأي مشكلة، ولا العيش هيعطلك في أي حاجة. هنبدأ بقى نفرد العيش بالشكل ده. السمك بتاعه مش سميك ومش رقيق، عشان لو رقيق قوي طبعا مش هينتفخ خالص، ولو سميك برضه هيبقى عجين شوية. شوفوا يعني السمك متوسط. هنفرد بقى كل الكمية العجين، يعني دول 16 رغيف بالظبط، وهنحطهم على فوطة كده بالشكل ده. طبعا برضو يعني طريقة فرد العجينة بتساعد على انتفاخ العيش. لو الطريقة مش يعني مش بتظبطيها في الفرد، بيطلع العيش مش منتفخ قوي. هنا بقى عملنا فردنا 16 رغيف اهو. هنغطيهم برضو تاني، لازم العيش برضو يتخمر
وده اللي بيعملوه في المحلات على فكرة، يعني بيسيبوه برضو في الطاولات كده يتخمر. طبعا العيش ده مش بنحط له حاجات يعني زبدة ولا لبن ولا كده، احنا بنعمله بطريقة المحلات. شوفوا بقى العيش بعد ما اتخمر بنقدر نمسكه بسهولة. يعني شوفوا، يعني ده سر نجاح العيش، ان احنا نمسكه كده بسهولة، ما يبقاش طري و... ويبقى صعب ان انت تشيليه. لا يعني شوفوا بشيله بمنتهى السهولة. هنحطه بقى على طاسة، يعني بتكون درجة الحرارة مش عالية قوي ومش يعني مش قليلة، يعني متوسطة. ونحاول تكون الشعلة نفسها متوزعة، لأن الطاسة هنا كبيرة. طبعا تقدري تعمليه في أي طاسة عندك، يعني لو طاسة صغيرة هو كمان مش بيلزق، يعني مش محتاج طاسة تيفال ولا أي حاجة. أي طاسة عندك تنفع، طاسة ألمونيا أي حاجة. وبتحطي بقى العيش بالشكل ده. أنا عاملة الحجم اللي هو المتوسط، الرغيف نفسه مش كبير قوي. بيبدأ بقى العيش كده مع الحرارة ينتفخ، وطبعا على حسب طريقة فرد العيش تلاقي الرغيف مثلا انتفخ بشكل كامل، وفي بعض العيش برضو مش قوي. بس ما شاء الله يعني العيش كله طالع ما شاء الله، يعني بصراحة طالع حلو جدا. هنقلب بقى العيش كده. طبعا ينفع برضو نعمله في الفرن عادي خالص، مفيش اي مشكلة، بس هتشغلي الفرن على اعلى درجة حرارة لو عايزة العيش يكون طري بالشكل ده. انا اتفاجئت بقى ان العيش يعني مبتسم كده ومبسوط. ف بصراحة يعني انا انبسطت من العيش، والعيش نفسه مبسوط يعني. فالعيش بقى شوفوا كده لما فتحت الرغيف، طبعا سخن جدا. ده بالظبط بنفس حجم المحلات اللي هي الفول والطعمية، بيعملوا الحجم ده. وتقدري تعمليه برضو سندوتشات فراخ، وسندوتشات لحمة مفرومة، يعني اي حاجة، يعني مفيش اي مشكلة، سجق سوسيس. يعني العيش ده بصراحة مناسب لحشوات كتيرة قوي يعني. وطبعا سندوتشات بقى جبنة والحاجات اللي هي الجميلة بتاعتنا دي للعشاء وللفطار. لو بقى في السحور كده بعد الفطار، وعجنتي العجينة وخمرتيها كده براحتك، هتاكلوا بقى احلى عيش في السحور. بجد طالع حلو قوي. دي الكمية التانية، يعني انا عملت بالظبط دول كام، 7 و7 14 واتنين بقى في الاخر. شوف سهل جدا، وتسويته طالع طري جدا جدا. وطبعا بيتشال في الفريزر برضو بيطلع حلو قوي. ده الجزء التاني كمان يعني منتفخ اكتر كمان والعيش طالع بصراحة حلو قوي. خلصنا بقى الكمية ديت، ناقص اخر رغيفين هنحطهم. حتى مش لازم تغطيه، لان العيش فعلا طري، وانا سبته كده عادي خالص. مش محتاج ان احنا نغطيه. وزي ما قلتلك لو هتعمليه في الفرن على اعلى درجة حرارة فوق وتحت عشان يطلع طري معاكي. ويدوبك اول ما ينتفخ بتشيليه على طول. هو مش محتاج سوا طبعا، لانه هو رقيق مش سميك قوي. كده بقى خلصنا كل الكمية. بجد طلع حلو قوي قوي، وعجب ولادي وبنتي كمان جوه عجنت كمية تانية. لان العيش بصراحة يعني عجبهم قوي امبارح. بس كده فيديو بقى النهاردة خلص. يا ريت بقى لو الوصفة عجبتكم تدعموني كده بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.